اليوم بمقر الغرفة الفلاحية بأكادير تم انعقاد الدورة العاجلة الثالثة للغرفة برسم 2023. هذه الدورة عرفت واحد المجموعة ديال النقاط اللي جات في جدول الأعمال ديالها. النقطة الأولى هي يعني المصادقة على المحضر ديال الدورة الثانية، وكذلك النقطة الموالية هي المناقشة الميزانية ديال برسم 2024 والمصادقة عليها، وكذلك واحد المجموعة من النقاط اللي هي من بينها يعني المصادقة على عدد ديال اتفاقات الشراكة. ولكن الصراحه الدوره عرفت واحد النقاش كبير فيما يخص الملف ديال الماء. هذا الصراحه الملف ديال الاشكاليات ديال الماء يعني اللي تقريبا واحد 80% من المناقشه يعني همت هذا الملف هذا اللي ما له من اثار سلبيه على القطاع الفلاحي وعلى الانتاج بالجهه. صراحه لاول مره يعني منذ سنوات واحد العدد ديال الاحواض المائيه بالجهه اللي عرفت واحد التوقف عند مد هذه المناطق بالمياه الساقي، واللي اثر سلبا على الفلاحه وعلى الفلاحه بصفه عامه، اللي اليوم اصبحوا ما عرفوا شنو غيديروا، اصبحوا بلا ماء والانتاج توقف، وكاين واحد الامباكت سوسيال وواحد العدد ديال الامور كذلك. من بعد كذلك السيد مدير المكتب الجوي للاستثمار الفلاحي اللي في التدخل ديالو يعني اطمأن الفلاحه بانه كاينه الوزاره كاين واحد العدد ديال البرامج استعجاليه فيما يخص يعني حل اشكاليات الماء، واخا الحل الاني هو عند الله سبحانه وتعالى نطلبوا الله يرحمنا، ولكن الوزاره ولا الشركاء ديالنا تيديروا المجهود ديالهم. خصوصا بدات واحد الدراسه يعني ديال دراسه الجدوى لانشاء واحد المحطه جديده اخرى ثانيه لتزويد حوض سوس بمياه السقي والمياه الشرب. تنهضروا على حوض سوس تنهضروا على منطقه تمد من اي تملوح حتى تقريبا حتى الاولوز. الحمد لله الدراسه من هنا واحد 3 شهور تكون موجوده، ونتمنى ان شاء الله من الله سبحانه وتعالى باش يرحمنا برحمته، هو اللي عنده الحل الاني، هو اللي في يديه، هو اللي غادي يرحمنا باش يعني نتجاوزوا هذه الازمه اللي هي صراحه ازمه صعيبه شويه. انه ولينا تنهضروا دابا على الماء الصحي للشرب، ما بقيناش نهضروا على القطاع الفلاحي. يعني كاين واحد الازمه نطلبوا الله سبحانه وتعالى الله يوفقنا والله يرحمنا. كذلك النقطه الاساسيه في هذه الدوره يعني المصادقه على وانشاء واحد الشركه ديال الابتكار الفلاحي بالجهه، شركه مهمه جدا اللي بتعطي واحد الدافع قويه على القطاع الفلاحي، خصوصا في تشجيع البحث العلمي كذلك، وتكون تشجيع الماء الجديد وفيما يخص الزراعات الجديده اللي تقدر اضبطها مع هذا الجفاف ومع هذا الاشكاليه ديال الماء.